بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا بالفقره دي ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، شهداء اليمن، شهداء لبنان. ربنا يا رب يصبر شهدائهم وينصرهم على من يعاديهم ومن خذلهم. طبعا يا اخوانا بسم الله نبدا طبعا بمباراه مباراه سان داونز والنادي الاهلي. والنادي الاهلي يفرض التعادل السلبي على سان داونز ويتبقى الحسم في مباراه يوم الجمعه. طبعا يا اخوانا نتكلم في المباراه على حتتين اتنين بس. نادي الاهلي حرم صن داونز من سلاح التسديد، ودي كانت حاجه مهمه جدا، ودي اللي كانت نقطة ضعف النادي الأهلي قدام صن داونز، وفعلا كانت ممكن تخلص كتير. طبعا النادي الأهلي بدأ بخمسة أربعة واحد. مباراة طبعا يعني كانت فيها استحواذ قليل جدا للنادي الأهلي، لكن خرج من اللي هو عايزه. طبعا بالنسبة لبيراميدز، طبعا كمان بيراميدز فرض التعادل على اورلاندو بايرتس. طبعا يعني حاجه غريبه جدا، ست اهداف في فرق جنوب افريقيا تتلغي كلها. فطبعا هنشوف المباراه دي. طبعا يتبقى برضه الحزم في يوم الجمعه كمان في استاد الدفاع الجوي. طبعا بالتوفيق للاثنين، وهنشوف يا ترى هنشوف النهائي مصري خالص او نهائي جنوب افريقي خالص. هنشوف طبعا الايام الجايه تسفر عليه. طبعا كمان الدوري الاسباني وبرشلونه يفلت من كمين سيلتا فيجو في ملعب المانجويتك برباعيه مقابل ثلاث اهداف. طبعا يا اخوانا نجح رافينيا بقياده رافينيا طبعا انه يضع هدفين، وفيران توريس هدف، وكمان اولمو هدف، مقابل طبعا اليساندرو ده وضع ثلاثيه لسيلتا فيجو. طبعا كمان ريال مدريد وبقياده فالفيردي بيفوز على اتلتيك بلباو الفريق الباسكي بهدف وحيد. كمان لاس بالماس بيبعد اتلتيكو مدريد او الروخي بلانكوس بهدف في الدقيقه 90. طبعا يا اخوانا الدوري الايطالي والاثاره ما زالت مستمره. انتر ميلان بيسقط امام بولونيا في التسعين، وبيحرم طبعا انتر ميلان من الانفراد بالصداره. كمان نابولي بيفوز على مونزا وبيضيق الخناق على انتر ميلان. كمان الروسونيري بيسقط على ملعب السانسيرو امام اتلانتا بهدف وحيد. الدوري الايطالي السنه دي يا جماعه اون فاير فعلا، ما فيش ما تتوقعش مين بطله حتى الآن. كمان طبعا مباراة الكونفدرالية وسيمبا يفوز على ستيلن بوش في الذهاب. كمان نهضة بركان يضع قدم كبيرة جدا بفوزه على أرضه وسط جماهيره على فريق شباب قسنطينة برباعية نظيفة. بالتوفيق لكل الأندية. طبعا يا اخوانا إصابة ليفاندوفسكي 3 أسابيع، وطبعا طبعا بموجب الإصابة دي هيتحرم من مباراة يوم الخميس القادم نهائي الكاس أمام ريال مدريد. كمان مش هيلعب مباراة الذهاب بتاعة انتر ميلان. طبعا يا اخوانا عايزين نرد بقى على، طبعا هنتكلم كمان على الدوري الانجليزي قبل ما نرد على شوبير. طبعا مانشستر يونايتد بيسقط مكددا امام وولفرهامبتون بهدف سرابيا. كمان مانشستر سيتي بيفوز على ايفرتون بهدفين مقابل لا شيء. طبعا ليفربول خلاص بيقترب ويتبقى له مباراة واحدة وهي الفوز بيها عشان ياخد الدوري رسمي امام توتنهام هوتسبير الاسبوع القادم. طبعا فاز على فريق ليستر سيتي، وطبعا ليستر سيتي بيلتحق بساوثهامبتون بالهابطين. كمان يا اخوانا ارسنال المنتشي بفوزه على ريال مدريد بيفوز على ابسويتش تاون برباعيه نظيفه. كمان طبعا يعني انا بالنسبه لي احلى مباراه شفتها في الجوله دي كانت مباراه استون فيلا امام نيوكاسل. انتهت طبعا بفوز استون فيلا برباعيه مقابل هدف. انا بالنسبه لي الفريقين دول مع نوتنجهام فيرست احلى 3 فرق لعبوا كوره السنه دي. طبعا كمان المغرب بطلة افريقيا 17 عام امام مالي بركلات الجزاء. واوزباكستان تفوز برضو تتوج ببطلة اسيا دون 17 عام بفوز على السعودية اتنين بهدفين مقابل لا شيء. طبعا الحسن عموتة مدرب العراق خلفا للاسباني كاساس. كمان المريخ السوداني يتعاقد مع المصري شوقي غريب بدل طبعا يعني بدلا من الصربي ميتشو. نتكلم بقى يا اخوانا على شوبير. وشوبير طبعا يعني قايل تصريحين يضحكوا، دول بقى هنختم بيهم. طبعا شوبير بيقول لك ان امام عاشور كان نجم المباراه، لكن الناس كلها بتتكلم على مصطفى العش. يعني بجد والله، يعني هو تعبك في ايه يا شوشو؟ بجد والله. طبعا مصطفى العش انا بالنسبه لي لعب مباراه جميله جدا، بل احسن واحد لعب في المباراه دي. امام عاشور الشوط الاول كان تحركاته جميله وكل حاجه، لكن فين امام عاشور الشوط الثاني؟ مفيش. طبعا يا اخوانا كمان التصريح التاني اللي قاله، مع كل احترامي لاخواتي الاهلاويه عشان عارف ان هم هيزعلوا مني. طبعا قال لك ان الدوله مش الدوله عندها تحديات ومش محتاجه تصرف على نادي الزمالك. طب اجيب لك السكرينات يا شوشو. الدوله ادت كام للنادي الاهلي؟ دعمت الاهلي بكام والكلام ده؟ بجد والله يا شوشو بطل، يعني بطل تحشر نفسك في حاجه انت مالكش فيها. طبعا يعني ال 500 مليون اللي طالبهم نادي الزمالك دي حقه في الرعايه والكلام ده.
طبعا الفرع الثاني نادي الزمالك، واتمنى يا رب ربنا يوفق نادي الزمالك في اللي جاي. طبعا نادي الزمالك عنده مباراه يوم الخميس القادم امام المصري البورسعيدي، بالتوفيق للفرقتين. طبعا يا اخوانا يعني مش عايز اتكلم طبعا عن شوبير، على طبعا مرتضى منصور والكلام اللي هو قاله. للاسف يعني مرتضى منصور بيثبت انه اسوأ واحد مسك نادي الزمالك. وبجد يعني انت من ساعه صلحك طبعا مع الخطيب وصلحك مع عبد الناصر زيدان وابو المعاطي زكي والاشكال الحلوه دي، فبجد في حاجه غلط. اتمنى لو بتحب النادي بجد يا مرتضى تبعد. طبعا زيزو والصمت الاعلامي الجميل. طبعا زيزو الناس اللي بتقول لك نزل يافطته مش نزل يافطته، مع احترامي للكل يعني النادي الاهلي لما رمضان صبحي عمل كده، طب ما هو نزل برضه صورته من النادي الاهلي. نفس الكلام برضه مع كان مع عصام الحضري اللي اتقال عليه الهارب الخاين الغدار والكلام ده. بجد والله اعلامنا المحايد فين؟ الناس اللي بتقول لك زيزو من حقه ومش زيزو من حقه، طب ما عبد الله السعيد قبل كده كان من حقه، واترفعت قواضي على عبد الله واتشتم عبد الله واتهان من جماهير الاهلي ومفيش الكلام ده. بجد والله العظيم يعني نتمنى يكون في وعي اكتر من كده. زيزو اختار سكته ماشي يا عم ربنا يوفقه. بجد والله يعني مفيش وعي خالص، ونتمنى نشوف حاجة افضل من كده. طبعا يا اخوانا اتمنى رب كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. ما تنسوش تدعوا برضو لاخواتكم شهداء غزة. طبعا نختم بخير الختام والصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، لكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. السلام عليكم.